مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ويأتينا فردا. ابن آدم إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوق. كان الحجاج بن يوسف رجلا لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا. كان إذا خطب اهتزت المنابر، وإذا أشار بإحدى أصابعه وجلت القلوب. وكان إذا أراد أن يأكل أرسل حارسا له ليأتي له بمن يشاركه الطعام. وهو الجبار السفاح الذي مات وفي سجنه 100,000، وكان سجنه غير مسقوف صيفا ولا شتاء، ولكن كان فيه ميزتان. الميزة الأولى أنه كان يحفظ القرآن ويقرأه عكسا وفرضا. الميزة الثانية أنه كان لا يأكل إلا إذا دعا واحدا من الناس ليأكل معه. وبينما هو صائم، بينما هو في حال صيد في الخلاء، إذ حضر وقت الغداء فأرسل حارسه ليأتي له بمن يشاركه الطعام، فلم يجد الحارس إلا أعرابيا ينام في ظل جبل، فأيقظه من نومه فقام الأعرابي مسرورا وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا حارس الأمير الحجاج بن يوسف، تعال لتشارك الأمير، تعال لتشارك الأمير في طعامه. فلما وقف الأعرابي أمام الجبار العنيد قال له الجبار العنيد: أتعرفني يا أعرابي؟ قال له الأعرابي: نعم، أنت الحجاج بن يوسف. قال له: اغسل يديك لتشاركني طعام الغداء. فقال له الأعرابي: يا حجاج، لقد دعاني من هو أفضل منه. قال له: ومن أفضل مني يا أعرابي؟ قال له: الله. قال: وكيف دعاك الله؟ قال له: أنا اليوم صائم ولن أفطر عند أحد إلا إذا أمر الله. قال له: يا أعرابي، أتصوم اليوم واليوم شديد الحرارة؟ قال له الأعرابي: أصوم اليوم وهو شديد الحرارة ليوم أشد منه حرارة. لا إله إلا الله. ليوم أشد منه حرارة، ليوم أشد منه حرارة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، يوم ينادي المنادي من قبل الله: أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم. الله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله.
لله الواحد القهار. تالله لو عاش الفتى في دهره 1000 من الاعوام مالك امره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. يا رب يا رب، انا لا اخاف الموت، انا لا اخاف الموت، بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الغايات، فبه يتاح لي اللقاء، وتزدهي روحي برؤية قائد القادات. الله، أتصوم يا عربي هذا اليوم الشديد الحر؟ نعم أصومه ليوم أشد منه حرا، يوم تلقى الأم ولدها يوم القيامة فتقول له يا بني لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وطاء، وانا اليوم في حاجة الى حسنة يعود علي خيرها اليوم، فهل اجد معك حسن؟ الام تنادي على ابنها يا بني لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وطاء، فهل اجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول لابن يا اماه لا استطيع ذلك، فانني اشكو مما منه تشكيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ويلقى الولد اباه فيقول له يا أبتاه لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، فهل أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول له أبوه يا بني ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكو. ثم قال الحبيب المصطفى اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يا أعرابي اغسل يديك لتتناول معي طعام الغداء. يا حجاج لقد دعاني اليوم من هو افضل منك، لقد دعاني الله وانا صائم. يا أعرابي اتصوم اليوم واليوم شديد الحر؟ يا حجاج نعم اصومه ليوم اشد منه حرا. يا أعرابي افطر اليوم وصم غدا. فقال له الاعرابي
قلت لك يا حجاج هل تضمن لي انني ساعش الى الغد؟